عمرك فكرت مرة ايه اللي مخليك جعان على طول؟ عايز تاكل كتير، حاسس ان الاكل هو مصدر السعادة بالنسبة لك، هو الصاحب كده اللي بيطبطب عليك. يعني هل انت مثلا عندك مشكلة، ولا انت على طول جعان، ولا انت غير اي حد بتحتاج كميات كبيرة عشان تشبع؟ يعني عمرك فكرت المشكلة فين بالظبط؟ وهل انت طول حياتك كده، ولا لاحظت مثلا الإحساس ده مثلا بقاله فترة، بقاله كام سنة؟ إيه اللي وصلك لهنا؟ أنا حاسس إن أنا في ناس بتيجي تقولي الكلمتين دول بلسانها، أنا حاسس إن أنا مش أنا حاسس إن أنا محبوس جوا واحد تاني. أنا عايزة أقولك إن في ناس بتقولي إحنا ما بنحسش بالشبع، أو أنا ببقى عايزة آكل، أنا عايزة أحس إن أنا عمالة آكل بقي بيلعب، ببقى قايمة من الغدا عارفة إن أنا شبعانة أو المفروض أكون شبعانة وعمالة أدور على حاجة تانية أكلها. انا حاسه ان انا طول اليوم محتاجه القط. طيب، انا هقولك باختصار ده ايه. في هرمونين في الجسم، هرمون الجيرلين وهرمون الليبتين. هرمون الجيرلين ده بيقولك انت جعان المفروض تاكل، هرمون الليبتين ده بيقولك انت شبعت وقف اكل. الهرمونين دول لما بيتلخبطوا بيديك احساس ان انت طول النهار محتاج تاكل، انت مش عارف الشبع. السؤال هنا هو ايه اصلا اللي بيلخبطهم؟ اول حاجه السكريات. احنا بقالنا قد ايه عمالين ناكل في حلويات، سكريات، اختراعات لمحلات فيها كمية سعرات رهيبة، مش عارفة كنافة بالايه الحلو، مش عارفة ايه، حط ايس كريم، ومش عارفة احط ايه على ايه على ايه، كمية سعرات رهيبة. بقالنا قد ايه عمالين ناكل فاست فود ومقليات وفرايد، معرفش من مين عامل عرض ايه، والدنيا السريعة مخليانا نطلب دليفري، نطلب اكل ايه مليان دهون وصوصات وكميات قد ايه. السكريات، المقليات، كمية السعرات دي لخبطت الهرمونين دول عندنا، دول اللي عملوا اختلال في الهرمونات. فاحنا دلوقتي ما بقيناش عارفين الشبع من الجوع. انت حاسس ان انت محتاج طول النهار ده تاكل، بس انت كده عندك لخبطة في الاشارات. لو انت بقى عايز ترجع تاني تظبط الهرمونات دي، ما تعملش دايت، وانا مسؤولة عن كلامي ده. ظبط الكواليتي بدل الكوانتيتي. يعني ايه؟ يعني ما تعملش دايت ورقة وقلم وكميات وبالطين زائد كذا كذا، لا. ابدأ الأول بالكواليتي. يعني ايه؟ يعني بدل ما تاخد كميات عيش في الفطار رهيبة، لا، ابدأ الأول بالعيش البلدي أبو ردة أو بطاطس مسلوقة. بدل ما تقف عند محلات الفول والطعمية تجيب بقى طعمية مقلية ومعرفش ايه بإيه بإيه، حاجات كده مليانة زيوت. اعمل أكلك في بيتك. تمام؟ جعت في نص اليوم، بدل ما تنزل من الكشك تشتري شيبسي وبسكوت ومش عارفة ايه، لا، هات فشار اعمله من البيت طبعا. ما عملتش اليوم ده، روح المقلة هات شوية سوداني، لب دوار الشمس، هات فاكهة، خلي معاك معلقة في الشنطة، وهات علبة زبادي كده حلوة أو رايب من سوبر ماركت. اختار نوعية الأكل الأفضل جودة. ما بتعملش دايت في الأول وملكش دعوة بالكميات، لكن الأول حسن جودة أكلك. ما تبدأش بقى اللي هو أنا هوقف نشويات، أنا خلاص تعبت، أنا ما عدتش قادرة أمشي، أنا شكلي بقى أكبر من سني، أنا شكلي بقى وحش، أنا مش لاقي لبس، أنا مكتئب. ابدأ بالكواليتي أو اختيار الأفضل في الأكل عشان تقدر تكمل. أنا بكلمك في رحلة ومش قصيرة. أصل اللي احنا بوظناه في سنين مش هيتعالج النهاردة وبكرة والشهر الجاي وقبل رمضان، ودايت هينزلك في شهر. اسمع كلامي، انا بكلمك في شيء، في تغيير لللايف ستايل يقدر تستمر معاه. تصلح هرموناتك الاول قبل ما تعمل دايت. والله انا واحد بروح في نص اليوم كده، انا قاعد بشتغل في مكتب وبنزل انا وزمايلي نشرب معرفش ايه وايه وايه، لا. طب ما تعمل كوباية كاكاو خام كده باللبن حلو في وسط اليوم، تشرب شاي اخضر. انا بكلمكش هنا، انا ما بكلمكش في دايت. تمام؟ وما تقوليش حاجتين انا مش عايزه اسمعهم، عشان دول الحجتين اللي كلنا بنضحك بيهم على نفسنا. مفيش وقت، مفيش فلوس. الوقت هيتوجد، صدقني.
حضرتك صاحي الصبح ومستعجل على الشغل وانت بتلبس اسلق لك بيضتين. البيض بياخد من 5 ل8 دقايق سلق، حضرتك بتلبس في اقل من كده؟ مش طيارة، مش بتقوم من على السرير على الشغل، لا. انت وانت بتلبس حط البيضة مية، شغل عليها النار، خلصت لبس خدها، خد لك خيارية طماطماية بغسلهم في الشغل. ما تقوليش مفيش وقت، صحتك تستاهل. ما تقوليش مفيش فلوس، حضرتك الصبح لو جبت سندوتشين فول و2 طعمية هتدفع 30-40 جنيه في حاجات. عيش ابيض شامي تمام هيخليك جعان طول اليوم. اوعى تفتكر الاكله دي هتشبع، بالعكس، ساعتين بالكتير هتلاقي نفسك بتدور اكل ايه. والحشو اللي فيه مش بروتين، ما هي ميه الفول مش بروتين، او بروتين ما يناسبش احتياجاتك. فارجوك نبدا الاول بتحسين جوده الاكل.